ليه كل واحد يحب يتصور مع ام ابراهيم شيكة الله يرحمه او مع زوجته؟ يعني انت المفروض بتستضيفهم عندك في برنامج. المفروض ان انت كمستضيفهم عندك ما توصلهمش ان هم يفتحوا ببعض للدرجة دي كده. ما توصلهمش ان هم يغلطوا ببعض. يا المفروض تحل حل بالحسنى او بالدين، يا اما ما تستضيفهمش معاك في برنامج. لكن لا، لازم نستضيفهم وننشر غسيلنا الوسخ قدام الناس عشان نلم مشاهدات وعشان نجمع فلوس. طب جمعت فلوس، ما ممكن الفلوس اللي انت جمعتها دي تصرفها على مرض نفسك وولادك؟ يبقى المفروض كل راجل محترم يطلع يستضيف الناس دي يحاول بقدر من الامكان ان هو يراضي الطرفين وما يخليهمش يغلطوا ببعض، عشان حتى حرمة الميت. مش الدين وصانا كده؟ لكن لا، لازم يبقى مبسوط وهم بينشروا غسيلهم قدام الناس كلها وقدام العالم. كل راجل يطلع يتصور مع الناس دي وما يعرفش يسيطر على الموقف ويحل بما يرضي الله، يبقى راجل مش كويس، وربنا ولا هيكرمه لا في دنيا ولا في آخرة. وكل الفلوس اللي هيلمها هيصرفها على علاجه ليه ولأولاده. واتقوا يوما إلى الله ترجعون.